بضيفي في الاستوديو، واسمحوا لي أن أبدأ مع سعادة النائب خميس عطية. وأنت اليوم كرئيس لكتلة نيابية، ما شكل العلاقة التي تبحثون عنها اليوم بشكل مباشر مع الحكومة؟ شكرا لك وشكرا لتلفزيون المملكة التي نحترم ونعز ونعتز، وشكرا لجميع العاملين، وشكرا لجميع المشاهدين والسامعين. بداية دعنا نتحدث عن مجلس النواب. اليوم شو مطلوب منا في مجلس النواب؟ أول طلب مطلوب منا أنا وزملائي كلهم استعادة ثقة الشعب. يجب الشعب أن يستعيد الثقة، وهذا يكون بالأداء المؤسسي وتعزيز الدور السياسي للمجلس والرقابي. التفاعل، يجب علينا التفاعل مع قضايا الشعب الوطنية اللي هي الفقر والبطالة وإيجاد الحلول، مش فقط نشخص المشاكل الموجودة اللي احنا جميعنا بنعرف هاي الشيء، ولكن اليوم علينا ككتل وعلينا كأحزاب أن نعمل بشكل برامج بشكل مؤسسي لتحقيق هذه الرؤية. مطلوب منا أيضا إرساء ثوابت ومسارات وتأسيس ممارسات حقيقية على أرض الواقع، وهذه طلبها سيدنا سيد البلاد، طلبها حتى تكون الديمقراطية بأحسن أحوالها. مطلوب منا ككتل أن نأتلف ونعمل مع بعض ضمن برنامج طرحناه أثناء الترشيح كأحزاب، طرحناه على المواطنين. مطلوب منا اليوم أن نأتلف وأن نراقب وأن نتابع الحكومة على تطبيق هذا البرنامج. ما أساس هذه العلاقة مع الحكومة برأيك اليوم ككتل أساسها مع العلاقة مع الحكومة؟ يعني أنت قاعد شو مطلوب من الحكومة؟ اليوم مطلوب من الحكومة أن تتلمس حاجيات الناس، مطلوب من الحكومة أن تحسن معيشة الناس، مطلوب من الحكومة أيضا القضايا الرئيسية الكبيرة الفقر والبطالة أن تجد لها حلول استراتيجية حقيقية. مطلوب من الحكومة أيضا أن تكون شفافة، مطلوب من الحكومة أيضا حتى نكون معها متعاونين أن تحارب الفساد. مطلوب من الحكومة أيضا أن تعزز الحريات. هذا هو المطلوب من الحكومة، هذا اللي مطلوب من الحكومة، أن تقدم لنا بيان الثقة لمجلس النواب، بيانا حقيقيا، بيانا بعيدا عن الشعارات التي تعودنا عليها، وإلا محاربة الفساد. بعد ذلك كيف ستكون شكل العلاقة مع الحكومة؟ يوجد أطر دستورية لشكل العلاقة. احنا المتفائلين اليوم بالحكومة، ولكن متفائلين بحذر. اليوم جولات الميدانية وطلبها سيدنا برضو الله يطول عمره مطلوبة، ولكن اليوم بذهب أزور ميدان. أنا متأكد المشاكل اللي شافها دولة الرئيس المحترم المقدر، اللي شافها في المصنع في منطقة في الشمال أو في الوسط، هي نفسها موجود في المصانع الثانية. جميل. المطلوب استراتيجية كاملة للتعامل مع هذه المشاكل. جميل. مع الاستثمار، مع الفقر، مع البطالة. نريد برنامج حقيقي قابل للقياس بشكل وطني، لا يتعلق بمناطق بعينها، يعني بشكل وطني، لأنها المشاكل موجودة، مشاكل الاستثمار موجودة.